السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. النهاردة بقى جايبه لكم الفشار بالكراميل بطريقة سهلة جدا. طبعا أنا عملته كتير وباظ مني، بس بالطريقة دي ظبط معايا وطلع جميل جدا جدا زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. بس قبل ما ابدا وصفتي حابه اقول لكم ان انا معايا النهارده مفاجاه ليكم. معايا 3 وصفات جميله جدا. معايا الايس كريم ب4 نكهات بمكونين 2 بس من مطبخ جاست لذيذ من هند، ومعايا كمان الزبادي بالمانجا الاحلى صيف من مطبخ وصفه واكله من شيماء، ومعايا طبعا ماسك حلو جدا للشمس قناه انتي انثى مع وصفات ساره. هسيب لكم الروابط بتاعه الفيديوهات بتاعتهم في صندوق الوصف، عايزاكم تروحوا تخلصوا الفيديو بتاعي وتروحوا تشوفوهم، جمال جدا هيعجبوكم قوي ان شاء الله. وتشتركوا طبعا على قنواتهم لو انتم مش مشتركين. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ازاي الفشار بالكراميل. انا بحتاج عندي للفشار طبعا نص كوبايه سكر عشان اعمله كراميل، وده طبعا لو انت عايزه تزودي الكراميل اللي بتزودي حسب كميه الفشار اللي عندك. بنحطه كده من غير ميه او اي حاجه في طاسه على النار عشان يتحول لكراميل. طبعا بتبقي مجهزه عندك الفشار، عاملاه بقى باي طريقه انت حباها. انا كنت عاملاه قبل كده بطريقه بسيطه جدا من غير زيت خالص. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. السكر ابتدى هو يسيح عندي ويتحول لكراميل. انا عايزاه ياخد بس اللون الذهبي ما يتحرقش مني، عشان كل ما يحمر زياده الكراميل هيبقى طعمه مر معايا ومش هيبقى حلو. هو كده ساح معايا اهوت وخد اللون الذهبي بتاعي اللي انا عايزاه. هحط الفشار بقى في بوله اكبر عشان اعرف اقلبه. واجيب عند الكراميل بعد ما ساح التكه بقى اللي هتخلي عند الكراميل يبقى جميل جدا وما يبقاش طري معايا ويخلي الفشار حلو، ان انا هحط عليه مكون بسيط جدا هو اللي هيخليه يظبط معايا. زي ما انتم شايفين الكراميل اللي ساح معايا اهوت وبقى مظبوط. هجيب عندي بقى بيكنج باودر واحط نص معلقه بس من بيكنج باودر اللي بنستخدمها في الكيكه، واحط عليها طبعا لما اقلبه في الكراميل هيبتدي يفور معايا. اقلبه كويس كده عشان يمتزج كويس. شايفين ابتدى هو يكون عندي رغوه شويه ويفور شويه. ده بقى هيخلي السكر ما يرطبش معايا ولا الفشار يطرى معايا. واقلبه كويس، وساعه ما يمتزج كله واحس ان كل البيكنج باودر داب في الكراميل خلاص اطفي النار بقى وابتدي احطه على الفشار عندي. كده تمام خلاص اهو. احطه بقى على الفشار، هقلبه على الفشار. انا ممكن بعد ما اوزع الكراميل على الفشار كده احطه على حاجه صينيه واسعه بحيث ان هو يبقى يعني يتوزع معايا كويس او يبقى مفرود معايا. بس انا ممكن ما اعملش الخطوه دي خالص زي ما انتوا هتشوفوا. هسيبه كده في البوله بس حوالي 10 دقايق عشان الكراميل يمسك ينشف معايا واطلعه هوريه لكم هيبقى عامل ازاي. شايفين هو دلوقتي طري فملزق في بعضه. هنسيبه بس 10 دقايق وهوريكم شكله عامل ازاي. هيطلع بقى ناشف وهيبقى جميل ومش هيبقى لازق في بعضه ولا اي شيء. كده خلاص بعد ما عدى ال10 دقايق شايفين الكراميل نشف بقى على الفشار، ومن غير ما اوزعه ولا احطه في اي مكان واسع ولا اي حاجه اهوت خلاص بطلعه سهل خالص من البوله عندي متكرمل اهوت ونشف معايا خالص. هحطه بقى في طبق التقديم. وممكن لو انتوا مش هتاكلوه على طول عشان ما يرطبش معايا والكراميل يسيح او يرطب، بحطه في علبه مقفوله محكمه الغلق. شايفين معايا صوته باين اهوت مقرمش خالص، بيخرمش خالص اهو ناشف معايا وطعمه جميل جدا. عايزاكم بقى تجربوه وتقولوا لي رايكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشيروه مع اصحابكم. واشوفكم في فكره تانية ان شاء الله وفيديو جديد على قناه ابداعات ندى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.